أن محمدا عبده ورسوله القائل: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، وأعدوا لما بعد الموت، ولا تغتروا بسعة حلم الله عليكم في حياتكم، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء. عباد الله، إن المتأمل في حال الناس يجدهم عند شروعهم في أي عمل لا بد أن يخططوا لهذا العمل ويدرسونه دراسة جادة، ذلك بحسب همومهم وبحسب أهمية العمل. فالجميع حريصون على أن يخرجوا بعد هذه الدراسة وهذا التخطيط وعمله ناجحا بنسبة عالية، فيكون هذا الأمر هو همه الأول والأخير. ولكن هل خطط أحدنا وقام بدراسة جادة مجدية للآخرة؟ فيكون همه هو نجاحه في الوصول إليها سليما من البلايا، وقد جعل مطيته الدنيا غير مغتر بزخرفها وبهرجتها. إن هذا الهم هو الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا جميعا. فهل فكر أحدنا مجرد تفكير فقط في هذا الأمر؟ لا، إلا من رحم ربك. أحبتي، من منا يمضي يومه يتذكر في مصيره؟ من منا يمضي يومه وهو يتفكر في مصيره؟ من منا إذا رأى شيئا في الدنيا ربطه بآخرته؟ من منا إذا تحدث بحديث جعل للآخرة نصيبا منه؟ من منا إذا فرح للآخرة، وإذا حزن للآخرة، وإذا رضي فللآخرة، وإذا غضب فللآخرة، وجعل كل حركاته وسعيه للآخرة؟ من منا هكذا؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. پیغمبری خوشویستمان صلى الله عليه وسلم لحديث صحيحة أفرمي، أنس بمعنى جرتو حديثك بچن روايتك هاتو لچن صحابيك من رواية كانت عن عرزكم. أفرمي: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. سبحان الله. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. للروايات تريشا بچن رواياتك تريشا تويكك لوانا: من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ألم تر كيف طَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء